كيفاش؟ قابله عاقر ما عنديش مشكل، انا قابله عليه، الاولاد هما عندي. وسمحوا لي على هذه الكلمه. كي- كي- كيفاش؟ مثلا يكون عنده في هذا العمر ويكون عاقر ما كيولدش، ما عنديش مشكل. و عاقر واصلا دابا انت يعني واش انت ناويه زعما مازال لا هذا هو علاش قلت لك يكون عاقر، حيت انا ما بقاش عندي باش نولد. انا لا. وصافي. واش انسان غادي تزاد في هذه الحياه باش يبقى يولد؟ راه خصو يعيش لا، الحياه صافي. ديالو. هذا هو اللي قصدت انا. هذا هو اللي كاين. شوف، الانسان اللي كيوصل واحد السن كيولي باغي غير يرتاح. واش شي عاد غتبغي عاد غترضعي عاد غتبغي تسمعي خوات هذا في بنياتي، في بنياتي وراجلي وصافي ونكملوا المسيره. دابا انت يلاه انت وراجلك وتعيش الرومانسيه مون شيري مون بيبي دامور. ها قولي لها. انا شربت. لا لا، شوف انا في نظري كتبان ليا احسن من جورجينا. كلشي تيقولها ما كيبانش فيها. ما انا بعدا تيبانش انت فيها. عندي بالنسبه لي انت احسن من جورجينا. اول حاجه بعدا انت مسلمه، هي ماشي مسلمه. اللهم لك الحمد. وعاد انت مقبوله عليها، هي ما حيت كمرت كريستيانو مكبري ليها الشان. شكر بك السير فقيه. الله يعطيك العافيه. حنا شوف حنا كنشجعوا الناس ديالنا، كنكبروا بهم. على اي حال، هذا الراجل اللي انت باغا تزوجي به اللي غيكون هو الثالث وان شاء الله الثالث ثابت. يا رب. المواصفات اللي قلتي لي غيضحكوا عليا هاد الناس، اشنا هي المواصفات اللي انت باغا في هذا الراجل وقلتي الناس غيضحكوا عليه؟ تفضلي. هي هذه ديال تيكون مثلا عاقر، ما يكونش يشرب، ما يكونش يكني شي حاجه اخرى. كارو ما عنديش مشكل، غير شي حاجه اخرى، وخصوصا الشراب معقده من الشراب. دوزتي شي تجربه في هذا الشيء؟ دوزتها. الاولى كانت خايبه بزاف، كرفصتني الاولى. الحمد لله، هذا هو السبب علاش طلقنا. خير. يعني ما نبغيش نطيح في نفس الحاله عاوتاني، والشراب وهذه. انا بغيت نرتاح دابا، انا فهمتي بغيت نرتاح. عندي مشاكلي، عندي هموم بنياتي بغينا نكبروهم. هذه يعني ما عنديش ما ندير شي حاجه الشراب ولا. كنتمنى وتفهموني. خير ان شاء الله. مواخا ناديه معنا. ناديه 45 عام، ساكنه في نواحي خريبكا، متزوجه مطلقه جوج مرات. الراجل الاول هي اللي طلقات باباه، والراجل الثاني طلقوا طلاق اتفاقي. ودابا حاليا هي ناويه تتزوج على سنه الله ورسوله. الا كان شي راجل سيدي ومولاي وباغي يستر هذه السيده وتستروا حتى هي، يستروا بعضياتهم في الحلال. يكون راجل من 46 عام حتى 56 عام، يكون عنده من 46 عام حتى ل 56 عام، ويكون راجل قاد بالمسؤوليه، يكون ما كيشربش، لان السيده ما بغاتش الشراب، خصوصا الشراب ما بغاتش علاش كيشرب، لان عندها تجربه خايبه ومره وما بغاتهاش تعاود، فكتحكر على هذه القضيه ما يكونش يشرب. الا كان كيما قال لك الكارو راه ماشي مشكل، واش الكارو راه اهون، الشراب اللي مصيبه كحله. فهذا هو اللي كاين. الا كان شي ولد الناس يكون راجل من 46 عام الفوق يكتب لي انا نطلعو. الا كان شي راجل عنده من 46 سنه الفوق يكتب لي انا نطلعو لهاد السيده هذه. قبل ما تطلع اعتبر بان هاد السيده هذه راه في المرتبه ديال واحد بحال واحد انسانه من العائله ديالك، طالعه هنا باش تزوج على سنه الله ورسوله. من 45 عام مازال عمرك ما تزوجتي، زعما عمرك ما بغيتي، عمرك ما بغاوك. متزوجه ومطلقه وعندي وليدات، عندي بنيات، متزوجه ومطلقه ورانا بلا فلتر. وعلاش طلقتي؟ علاش؟ ظروف، معليش، خير في مكتب الله. كل طلق الاخر بعد شكون؟ الاول طلقته انا. الله اكبر. والثاني والثاني كان اتفاقي. على انت مزوجه مطلقه مرات؟ اللهم صل على النبي، صل على رسول الله، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اتربش مع بنتي. يبقى مزوجه مطلقه جوج ديال المرات. الاول طلقتيه بالمعاطيه ولا؟ لا انا طلقته. انت اللي طلقتيه باتفاقي؟ لا انا طلقته. الثاني كان اتفاقي. انت اللي صيفطتي باباه. مزيان. واخا. والثاني اتفاقي؟ اتفاقي. الثاني اتفاقي. الله يرضي عليك، زعما انت مرونخ. ماشي هكاك، واحد ما رضيتش بالوضع والثاني ما كتبش. مزيان. لا لا، زعما شوف، قال لك اللهم الانسانه تبقى ديال راسها ولا الزواج ديال القهره. واش فهمتي؟ الله تعالى اش قال لنا في القران؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا السكن اليها وجعل بينكم اي بين الرجل والمراه الموده والرحمه، موده ورحمه. كاينين شي ازواج عايشين جهنم بيناتهم مش من زواجات. جهنم والله العظيم الى جهنم. فالله تعالى قال لنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. صافي، وكل لا يعيش حياته بالشكل اللي غيرتاح فيه. على الانسان شحال غيعيش؟ معقوله السي فقيه. خير ان شاء الله. قولي لي اختي ناديه، لا شك الحمد لله ما كاين حتى شي بليه عندك خيبه ولا شي حاجه؟ الحمد لله لا. زيرو بليه الحمد لله. الصلاه كتصلي شويه ولا والو؟ ضروري بالحق انا كنصلي ونقطع ودابا بديت ثاني كنصلي ثاني الحمد لله. كتصلي وتقطعي اليوم مصليه؟ لا الحمد لله. اخر صلاه صليتي اليوم؟ اخر صلاه صليت الظهر العصر. العصر. ايوا المغرب امتى؟ شويه ونوض نصلي. بنتي لي حاضيه معاك. واخا سي واخا. وهذا الراجل اللي ان شاء الله يكون الثالث ان شاء الله، قال لك الثالثه ثابته ان شاء الله، ولكن ما تضحكوش على الشروطي. بلاتي اختي بعدا راه واحد انت لا علاش نضحكوا؟ شوف باش نوضح لك واحد القضيه، وهذه نوضحها حتى للساده المستمعين والمشاهدين. اي امراه كتطلع عندي هنا ولا اي راجل كيطلع عندي هنا كيطلع يعني على راسو وعينيه، وكيطلع باحترامه بالتقدير ديالو. واي واحد غتسول ليه النفس ديالو يطيح بك غرام اختي، غرام نبلوكي البابا الجدر ديالو. انا نقول لك غرام واحد نبلوكي البابا جدرو. الله يحفظك الله يكرمك. كنتي على راسي وعيني، وانا اكن للمراه كل احترام واكن للرجل كل احترام. فما كاينش غرام ديال الانسان يستهزئ بك ولا يطيح منك يضحك عليك، حيت هذا برنامج واي واحد من حقه يختار كما بغى. هذا زواج، انت اللي غادي تزوجي، انت اللي غتحمليه وغيتحمل. كاين الاختيار حيتاش كاينه اسباب. كاين عندي واحد المعايير متميزه حيتاش عندي اسباب، عندي ظروف عشتها ما بغيتش نكررها. عشتي ظروف بحالاش مثلا اختي؟ عشت ظروف شويه قاسيه في الزواجات. بحالاش؟ بليز عافاك استاذ والله ما نبغيش نعاود باش ما نتخربقش في المود ديالي بليز. قولي لي غير ارجوك، مي بليز بالونجلي ما تقوليش لي بليز. عافاك ارجوك ارجوك. والله